أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا ولنبذل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجنا من هنا نبدأ. حقيقة يعني يمكن الفترة الماضية الشهور الماضية نتيجة لبعض الظروف والسفريات يمكن البرنامج يعني توقف، لكن إن شاء الله نعود مرة ثانية إن شاء الله بإذنه تعالى ونجدد اللقاء ومواضيع جديدة بإذنه تعالى. يعني يمكن وإحنا أثناء تحضيري لهذه الحلقة كانت هنالك يعني يمكن نقاش مع بعض أولياء الأمور مع بعض الأخوات اللي عادة أنا أتواصل معاهم، واللي يمكن من خلالهم نحن نحاول نتطرق لمواضيع هامة جدا ومواضيع تكون يعني مواضيع الساعة، وتحاول من خلال مناقشتنا لهذه المواضيع نحل أو نوجه أو نرسل بعض الرسائل الإرشادية للأسر بشكل عام ولأبنائنا كذلك بشكل خاص. طبعا الكثير من الناس يعني في هذا الزمان يعني تجد أن الكثير يواجه يعني يشكو من الإحباط، يعني متضجر، شعور بالنوع من الضغوط وعدم الرضا. ويمكن واحدة من أهم الأسباب اللي هي سبب كثرة المهام وعدم تنظيم الوقت، بما أنه نحن الآن نمر في فترة يمكن هي إجازة الصيف وعطلة الصيف، وتعتبر بالنسبة لنا هذه ثروة يعني لابد من استغلالها والاستفادة منها بشكل صحيح بشكل مرتب. لماذا أنه تنظيم الوقت والاهتمام بتنظيم الوقت يعتبر هو يعني من الأشياء الأساسية والهامة جدا، وترفع من مستوى يعني الروح المسؤولية لدي الفرد. يعني نجد أنه كثير من الشباب وكثير من أبنائنا الطلاب والطالبات تجد أنه الطالب أو الطالبة أو الشاب بشكل عام والشاب اللي يهتم بتنظيم وقته دائما تجده أنه متميز مختلف تماما عن بقية الطلاب. ولماذا؟ لأنه يعتبر الوقت حقيقة من أعظم موارد ما يمتلكه الإنسان وثروة يعني لابد المحافظة عليها. وهذا يمكن هذا النقطة قادتني للسؤال يعني للسؤال بعد بناتنا اللي هم دائما يشاركوني من خلال المناقشات وتبادل الأحاديث معاهم، لأنه نحن نتحدث عن واقع ونتحدث عن أشياء تمس المجتمع وهي من واقع الحياة. فكان سؤال مطروح يعني لشباب لبناتنا إنه ما هو أغلى شيء الإنسان يمتلكه، ماذا يعني لك الوقت يعني. فكانت هذه الأسئلة والمناقشات يعني تجد إنه في هنالك يعني إجابات متباينة، إجابات حقيقة توضح إلى أي مدى إنه أبنائنا في هذا الزمان يعني عندهم الوعي الكامل ومدركين تماما أن الوقت يعني الكثير بالنسبة لهم. الوقت يعني هو الحياة، الوقت يعني هو الثروة الإنسان اللي يمتلكها لو فقدها من الصعب أنه تعوض. كان السؤال يعني أيهما أقلى، إنه أنا أيهما أكثر يكون الإنسان يعني يتأسف عليه إذا فقده. هل أنا إذا فقدت يعني مثلا 100,000 دولار، ولا أنا إذا فقدت يعني وقتي وزمني وعمري يعني. فكان الجواب إنه أقل شيء ما يمتلكه هو الإنسان هو الوقت هو الزمن. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى أقسم به إنه في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى نهاية الآية. وموضوعنا هو نحن بما أنه نحن الآن نناقش أهمية الوقت، وأنه بما أن الوقت يمثل بالنسبة لنا الثروة يعني ثمينة، وأنه هذه الثروة إذا أنا فرطت فيها لا يمكن أنه أعوضها مرة أخرى. ويمكن من خلال هذا النقاش يتضح أنه يعني بعد الأخوات نحن الشهر الماضي كان في ذو الحجة، وتقول إنه بعد الأخوات أنا ندمانة إن أنا ما استقليت العشرة ذو الحجة بالشكل الصحيح. يعني سبحان الله، هل نحن الإنسان يضمن إنه
حيعيش لحد العام القادم وتمر عليه العشر ذو الحجة بنفس القدر. وقيس على ذلك حقيقة يعني عشر ذو الحجة، رمضان الماضي وغيرها من الأيام المباركات اللي تمر من عمرنا وتكون هي على حساب أشياء كثيرة جدا. نعود مرة أخرى لنفس الفقرة اللي نحن نتحدث عنها الآن، كيف ممكن إحنا هذا الوقت نستفيد منه، وكيف هذا الوقت ممكن يعني من فوائده يشعر الإنسان بالكفاءة الذاتية، يشعر الإنسان بالثقة، يشعر الإنسان بالرضا عن النفس. وتستحضرنا قصة حقيقة، كان في طالب تم قبوله في بعض الدول بمنحة، وكان هم تقريبا مجموعة من الطلاب. هذا الطالب قصة كانت مميزة وقصة ملهمة حقيقة لكل الشباب والشابات. الطالب قبل في هذه الجامعة أن يدرس باللغة الإنجليزية، ويعني جلس الاختبار تحديد المستوى. كان هو من الطلاب المتميزين اللي فقط أخذ سمستر واحد في دراسة اللغة الإنجليزية. وأنا سألته استغربت، يعني أنت جيت من دولة عربية، يعني يمكن اللغة العام يمكن لغة البلاد اللي أنت جئت منها هي لغة عربية، كيف أجدت هذه اللغة وكيف تمكنت من اللغة الإنجليزية؟ فسبحان الله فعلا يعني دهشت لما هو يعني كيف كانت قصته. كان عنده وقت مخصص لتعليم اللغة الإنجليزية، ويقول هو أنا نظمت وقتي، حتى يعني عندي برنامج اجتماعي، عندي برنامج ثقافي، عندي لكل شيء احتياجاتي لها وقت مخصص. أما وقت اللغة وتطوير اللغة لأنه كان واضح هدف في حياته أنه يدرس في دولة يمكن يكون فيها الدراسة باللغة الإنجليزية. وسبحان الله ربي يعني حقق له هذه الأمنية واستطاع أن يصل هذه الدولة، وفقد من خلال السمستر الأول اجتاز اللي هو برنامج اللغة الإنجليزية، وكان هو مبدع ومبرز يعني، وكان هو يعني من الطلاب المتميزين. واتوقع أنه الآن ربما بعد ما يكمل البكالوريوس يكون يستطيع أن يتحصل على منحة ماجستير ويعني يستمر هكذا. يعني ده دليل على ماذا؟ يعني نعود مرة أخرى هذه الثروة الثمينة وهذه الوقت اللي هو يعتبر أقل ما نمتلكه لابد من استغلاله بالشكل الصحيح وبشكل يعني يعود علينا بمعنى كثير من يعني القيم، كثير من الشعور الإيجابي اللي يعود الإنسان من خلال تنظيمه لهذا الوقت. نحن جميعنا نمتلك نفس الوقت، يعني نحن ما نستطيع نقول والله يعني الناس اللي مثلا الأخوة في أوروبا وإذا كانوا في الولايات المتحدة في أستراليا في غيرها كلنا نمتلك نفس الوقت 24 ساعة، لكن من يوظف هذه 24 ساعة بالشكل الصحيح ويستقلها بالشكل المرتب والمنظم، وبالمقابل يكون آخرين هذه 24 ساعة لا تعني لهم شيء وتمر هكذا يعني. والآن يعني الوسائل متاحة للكل، يعني الواحد يجلس في الجهاز وممكن من السوشيال ميديا يعني كل ما يتخيل بخاطر الإنسان، يعني يمر من التيك توك للفيسبوك لليوتيوب للإنستغرام، وانت جالس تمر الساعات والوقت. بعد ذلك لو جلسنا حاسبنا أنفسنا يعني ما هو الفائدة اللي عادت عليه يعني. وأحيانا قد تكون هذه الوسائل فيها شيء مفيد، لكن إذا وظفناه بالشكل الصحيح، إذا استغليناه بالشكل المرتب والذي يعود علينا بالفائدة وبالنفع يعني في الدارين. ويمكن بعد الأخوات ونحن أثناء كذلك مناقشتنا في برامج كيف استغلال وقت الصيف وعطلة الصيف بالنسبة للأبناء، فتقول إنه يعني أنا يعني حتى يعني أصبح إنه الأبناء يعني بدل ما يكونوا نعمة في وجودهم في البيت أصبحت هي نقمة، وأصبح الأمهات يتضجروا من وجود الأبناء. وأكيد يعني الطفل عنده طاقة، عنده احتياجاته اللي هي يعني يريد أن يعني يفرغ عن هذه الطاقة، لكن إذا لم تكن هنالك حقيقة خطة واضحة، إذا لم يكن هنالك برنامج واضح، حيكون الكل حيتضجر من الثاني، وقد يكون هذا يؤدي إلى كثير من المشاكل داخل الأسرة. فكيف نحن نوظف هذه الإجازة، كيف نستغلها بالشكل الصحيح،
كيف نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. هذا هو يمكن الموضوع اللي نحن كنا دائما نطرحه، أنه لابد أن نحاسب أنفسنا نحن أولياء الأمور قبل أن يأتي يوم ما نحن بعدين يعني نندم عليه ونكون نحن يعني حتى زي ما ذكرنا اللي الوقت اللي مضى يعني لا يعوض. أنا حأذكر بعد الأفكار وبعد الإرشادات اللي ممكن تعيننا نحن جميعا كيف ممكن نستقل هذه الوقت، وكيف نستقل أو أوقات الصيف، أوقات الإجازة، أوقات الفراغ بما يعود علينا بالنفع يعني الكثير، ويكون هو يعني موسم للإنتاج، وقت للاستثمار الحقيقي، ووقت لرفع مستوى يعني كفاءاتنا ونزيد من خبراتنا في هذه الحياة. يمكن أن من ضمن الأشياء اللي هي إعداد برنامج يكون لكل الأسرة يتناسب مع مقدرات جميع أفراد الأسرة. يعني مثلا نقول إن إحنا الأسرة عندنا أطفال في أعمار مختلفة، تدعى الأسرة بالاتفاق أن يكون في برنامج يلبي احتياجات، يكون برنامج اجتماعي، ثقافي، رياضي، برنامج صحي، برنامج روحي بالمقام الأول كذلك. فنأتي الآن في بعض الأشياء اللي ممكن نحن نستفيد منها، بعد الألعاب اللي ممكن تكون وقت مخصص لوقت اللعب مع الأبناء. هذه الألعاب، هذه الأنشطة الاجتماعية لها فوائد كثيرة، بتنمي الثقة بالنفس، تنمي اللي هي تنمي التعاون، تنمي فيه الإيثار، تنمي فيه روح المسؤولية، كيف الطفل يتعاون مع الآخرين، يعني كيف الطفل يتعلم كيف أنا لو اختلطت مع أطفال آخرين كيف تكون عند هذه المهارة اللي هي يدخل فيها موضوع الذكاء الاجتماعي، الذكاء العاطفي، اللي موضوع مشاركة الآخرين. كذلك في بعض البرامج اللي هي بعض الأنشطة مثلا تكون جانب كوميدي، يكون يعني تدريب لابننا إذا كان يحب الإذاعات، هذه تزرع في الثقة بالنفس. والبرنامج المذيع الصغير، ويكون يوم مخصص يعني نعد فيه برنامج، يكون فيه إذاعة، فيه فقرات متنوعة جدا. برنامج آخر كذلك يكون فيه هو صندوق السعادة. وأنا استحضر قصة كان يعني في الفترة اللي كنت أعمل فيه مرشدة تربوية في مدرسة، عندنا أستاذة كان متميزة جدا. هذه الأستاذة يعني سبحان الله عندها أفكار إبداعية، عندها صندوق كاتبة في الصندوق صندوق السعادة، وداخل الصندوق يعني واضعة يعني حلويات وأشياء، وفيها حتى أسئلة ومعلومات. فأول ما تدخل الصف يكون في وقت يعني وقت الملل، يعني تحاول تكسر ملل الطلاب وتشجعهم وتزيد يعني يكون سبب لمزيد من الحافز والدافعية. فالطالب يفتح الصندوق ويقول هذا صندوق السعادة، وسبحان الله بتخرج يعني أشياء جميلة يحبوها الأطفال. وطبعا هذه الفكرة تكون لكل فئة عمرية لها احتياجات، وبالتالي احنا نحاول ندع بعض الأشياء اللي تناسب يعني لأعمار الأبناء. نقطة ثانية اللي هي بعد يكون عندنا وقت لمشاهدة هادفة، نتفق على مثلا فيلم معين يتحدث عن تاريخ، عن بطولات، أو يكون كمان يعني مشاهدة تنمي اللغة، ترفع من كفاءتنا، أو يعني بتكون هي إضافة. وأحيانا قد تكون مشاهدة علمية عن جغرافيا، عن تاريخ، عن معلومات، أو تكون مشاهدة علمية مثلا استكشاف، يعني بيكون في مثلا الأشياء الحديثة الآن في العالم وغيره. هذه الأشياء حقيقة واحدة من البرامج المفيدة يمكن الإنسان يستطيع أن يوظفها، ولكل أسرة لها خصوصياتها، لكل أسرة قد تكون هنالك أفكار أكثر إبداعا. أتوقع مع يعني الأخوة والأخوات اللي يتابعونا والمشاهدين كيف نستقل هذه الفرصة، وبالتالي يكون الجانب الآخر اللي هو الجانب الروحي، وهو يعتبر الجانب الأساسي. كيف ننمي هذا الجانب من خلال قصص الأنبياء، من خلال حفظ الأحاديث ومراجعة حفظ القرآن. حقيقة هنالك الكثير والكثير من الأفكار قد لا يتسع الوقت لذكرها، لكن حاولت أن أنا يعني أشير لبعض الإضاءات، لبعض الأفكار.
واللي من خلالها إن شاء الله نستفيد ونستقل الوقت بما يعود علينا بالنفع الكثير. يعني حقيقة يعني زي ما ذكرت يعني الموضوع طويل وموضوع يعني يمكن قد يكون يحتاج حلقات وحلقات، لكن نسبة لأنه وقت الحلقة يعني نكتفي بهذا القدر، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا.